السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. لو عندك جيلي وبيكنج باودر، تعالي بقى هنعمل حاجة حلوة سريعة وسهلة وتنفع لأعياد الميلاد والمناسبات وبسيطة جدا ما فيهاش تكلفة. العلبة دي 3 في 1، يعني ده كده على بعضه عرض. أنا هستخدم كيس واحد بس الأول، لو أول مرة تشوفيني، أنا أميرة أبو المجد، فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. نصلي الأول كده على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل تورتاية سهلة وسريعة من غير أي افتكاسات، ومش لازم يبقى الكيك أسفنجي والكلام ده كله. بصوا بسيطة جدا، وهنستخدمها الخلاط في الطريقة كلها. كوباية واحدة من السكر وكيس من الجيلي، واستخدمي أي نوع يعجبك. يعني أنا مستخدمة الفراولة، استخدمي اللي يعجبك. وكوباية من الحليب المثلج، الحليب اللي هو اللبن. ضربت كده في الخلاط واتأكدت ان السكر داب تماما. بعد ما داب معايا كوباية من الزيت، هبتدي اللي انا انزله واحدة واحدة والخلاط شغال بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. كل الحكاية الزيت لما بنزله واحدة واحدة والخلاط شغال، الخليط اللي معايا هيتقل، هيديني سمك تقيل. بعد كده هاخد بقى كوباية من الخليط اللي احنا عملناه، نحتفظ بيه كده في التلاجة. اللون ده كده، ده اللون الاصلي بتاع الجيلي. لو انت عايزه اللون يبقى تقيل ممكن تحطي لون طعام، هتحطي نقطتين. بس انا مش حابه، انا حابه اللون ده كده جميل جدا. باقي الخليط حطيت عليه عدد 2 من البيض وظرفين من الفانيليا، وممكن تحطي معلقه واحده صغيره من الفانيليا السايله. وهنبتدي بقى اللي احنا نضرب الكلام ده، وهنحط ربع كوبايه من الحليب اللي هو اللبن. خلاص، كل الكلام ده بقى هيتضرب مع بعضه. السكر طبعا احنا دايب تماما، لكن احنا عايزين بس البيض يختلط مع السكر والخليط اللي احنا عاملينه. نركن بقى المواد السايلة وهنشتغل في المواد الجافة. معايا كوباية ونص من الدقيق. الدقيق سايب عادي من عند العطار، اشتغلي بأي نوع يعجبك. أهم حاجة لازم ندخل الدقيق علشان خاطر ندخله هواء. وحطينا بقى كيس من البيكنج باودر ورشة من الملح، ذرة كده صغيرة. وهنحط ده على ده ونقلب كده. خلاص الكيكة معايا. بصوا بقى، مفيش اسهل من كده. حطينا ده على ده وتقلبي كويس لحد ما تتأكدي ان الدقيق داب تماما في الخليط. خلاص، لو انت خايفة بقى ان تعملي تورتاية ولا حاجة، اتفرجي على الفيديو ده، هتطلع معاكي تورتاية جميلة جدا. واحلى حاجة انها تتاكل بقى كده كمان ساقعة، يعني بترطب كده. بص جميلة جدا. معايا بقى هنا كده قالب مقاس 20. انا استخدمت القالب اللي هو على شكل القلب. ابتديت اللي انا كده ادهنه بمادة دهنية، وبحط كده معلقة من الدقيق ببطنه بيها، ونزلت كده الخليط. في الوقت ده ببتدي اللي انا اشغل الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس، يسخن لمدة من دقيقة لدقيقتين مش أكتر. خلاص، علشان خاطر أنا مش عايزة وشها يتحرق معايا. لو الفرن سخن قوي هتلاقي وشها اتحرق معاكي وهي لسه من جوه نية. طيب لو الفرن عندي سخن، نبتدي اللي احنا نغطي الوش كده بورق فويل ونسيبه يكمل تسوية. لو الوش اتلون معايا وهي لسه من جوه نية، دخلتها الفرن، هتقعد في الفرن بالظبط 35 دقيقة. تمام كده، خلاص خلصت الكيكة. طيب علشان بقى عايزة أزوقها، طب أنا ما بعرفش أزوق كيكات، مفيش احترافية يعني عشان خاطر أزوقها بطريقة سهلة. أنا هستخدم دلوقتي كوباية دي بتاعت البيت. أنا هقولك بالكوباية اللي هي المعيارية. كوباية واحدة من الكريم جانتيه السايب، ده من عند العطار، أنا جايباه من فتح الله. ومعلقة كبيرة من اللبن البودر لو موجود، مش موجود خلاص. ومعلقتين من السكر العادي. وحطيت كوباية معيارية من اللبن اللي هو الحليب مثلج، عايزاها تكون ساقعة جدا. ونبتدي كده اللي انا اقلب المواد الجافة دي كده مع اللبن، علشان بس لو استخدمت المضرب هيطير بقى وهيبهدل لي الدنيا. طيب ممكن استخدم المضرب العادي، ممكن المضرب اليدوي، بس هيقعد معاكي وقت اطول. لكن بالمضرب البيض هيقعد معاكي من 5 ل10 دقايق بس. يبقى كوباية واحدة من الكريم جانتيه السايب اللي هو مش محلى،
تمام. عشان كده حطينا معلقتين السكر وعليهم كوباية من اللبن. معلقة اللبن البودر بتديني بس بتعزز الطعم لو موجودة عندك. الكوباية اللي أنا عايرت بيها دي كوباية الشاي، طبعا مش متاحة في كل البيوت هي الكوباية. فطيب أنا بستخدم الكوباية المعيارية دي، أحسن حاجة عشان تعرفي تعملي حلويات. الكوبايات المعيارية ودي رخيصة وموجودة دلوقتي في كل المحلات. تمام. يبقى كوباية واحدة من الكريم جانتيه عليها كوباية من الحليب، معلقتين من السكر. بس خلاص 5 دقايق 10 دقايق تقل معاكي، عطاكي القوام اللي انت شايفاه، هندخله بقى التلاجة. طب الكيكة قعدت معايا 35 دقيقة في الفرن، اختبرتها كده بالعود الخشب، طلعت معايا نظيفة خلاص، يبقى هي كده استوت. طيب حطيتها كده، ما طلعتهاش من الصينية الا لما بردت، ما استعجلتش عليها وسبتها تبرد تماما على الشبكة. تمام. وابتديت بعد كده اللي انا اشتغل بقى فيها. طلعت الكريم جانتيه من التلاجة متماسك سنة بسيطة، اول ما عطيته تقليبتين كده بالمعلقة خلاص اشتغلت بيه عادي. نبتدي بقى اللي احنا نغلف الكيكاية دي كلها بالكريم جانتيه. هي كده التورتاية خلصت، بس اهم حاجة ما تشتغليش فيها وهي سخنة، تبرد تماما. وابتديت اللي انا بقى كده بالكريم جانتيه واحدة واحدة وبالمعلقة العادية اهو، مفيش اي حاجة. ونبتدي بقى كده اللي احنا نغلف كل الكيكاية. انا بقى عشان هي لونها احمر بقى فاستخدمت القالب اللي هو على شكل القلب. تقدري تستخدمي اي قالب عندك، مقاس 20 مظبوط قوي عليه المقدار ده. بعد كده طلعت بقى، بصوا بقى الكوباية اللي احنا احتفظنا بيها في التلاجة، طلعتها عطيتها تقليبة واحدة وابتديت اشتغل بيها كده فوق الكريم جانتيه. ما دخلتهاش التلاجة، انا حطيت الكريم جانتيه وبعد كده حطيت السائل ده، الخليط اللي هو الجيل اللي احنا كنا محتفظين بيه، وادي بالمعلقة بظهرها. نبتدي بقى كده اللي احنا بالراحة من غير ما نغرز لتحت، تخلي ايدك كده خفيفة. انا بقى عايزة كده من الجوانب يبقى الشكل عشوائي. معلقتين بقى كده فضلوا معايا من الكريم جانتيه، حطيتهم في كيس عادي من اكياس التلاجة، وفتحت فتحة صغيرة كده بالمقص، وابتديت ان انا اعمل خطوط. وبالعود الخشب هبتدي ان انا افضل في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده اهو، بالعود كده اتجاه واحد، هيديني الشكل الجامد ده وطعمها خطير. الناس اللي بتحب الحاجة تبقى محلية جميلة جدا. ودخلناها بقى كده التلاجة، بجد شكلها جامد جدا وطعمها خطير. يا ريت تجربوها بألف هنا وشفا على اللي يجربها. وعندي الأولاد بصوا يعني اتهبلوا بيها، طعم وشكل بجد يستحق التجربة. يا ريت تجربوها بألف هنا وشفا على اللي يجربها. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، والسلام عليكم.